أعتقد على أن القرارات التي أقدم عليها المغرب هي تأتي يعني بعد يعني كتكملة للبلاغ الحكومي الذي أشار على أن ستكون هناك يعني التداعيات للتصريحات التي أتى بها بان كيمون، والتي أتت يعني مجانبة للصواب ومجانبة حتى لوظائفه كأمين عام للأمم المتحدة. ما أقدم عليه المغرب من إجراءات يعني كيبقى في إطار السيادة ديالو، وفي إطار يعني الدور ديالو الفاعل داخل المنظمة الدولي من كفاعل أساسي من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وهذه إشارة واضحة يعني للأمين العام، يعني كرد فعل طبيعي من الدولة المغربية حكومة وشعبا تجاه ما صرح به الأمين العام من تصريحات تكاد تكون يعني مجانبة كما قلنا للصواب. مسألة مثلا ديال سحب الجريدة المغربية من اللي كتقوم بوظيفة ديال استتباب الأمن والسلم الدوليين، هذه ما يعني كتدخل في اطار اختصاصات ديال في اطار السياده ديال الدوله المغربيه. كذلك تقليص من العدد ديال الاعضاء ديال من يرسخ خصوصا على المستوى المدني والسياسي كتدخل كذلك في نفس الاطار. يمكن نشوفوا اجراءات اخرى يقوم بها المغرب، وقف المساعدات يعني الماديه الاراديه ديال المغرب. دونك هذه كلها مساهمات فاعله كيقوم بها المغرب على اكثر من مستوى يعني من اجل استتباب الامن. وبالتالي هذا رساله سياسيه واضحه المعالم بالنسبه لبان كيمون، يعني في حق ما قام به تجاه الشعب المغربي، قاطبه من اساءه واضحه ومن تحيز غير موضوعي اللي ضد الوحده الترابيه المغرب. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تيفي ان سامبل كليك في هذا لو بوطون. وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.